هنتكلم اكتر عن محمود الخطيب، وهنتكلم اكتر عن قصته، وتحديدا كمان يوم اعتزاله مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمود معروف. نورنا يا استاذ محمود. ربنا يخلي حضرتك ويبارك فيك انت والساده المشاهدين الجمال بتوعك يعني. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. يعني محمود الخطيب لسه بنقول اسطوره من اساطير الكره في مصر. لما كنت بسالك قبل الهوا دلوقتي وبقول لك انت شايف انهي الانجح، محمود الخطيب لعيب الكوره ولا رئيس مجلس الاداره؟ قلت لي لا، لعيب الكوره كان مكسر الدنيا. هما الاثنين ما يفترقوش عن بعض، لان الاثنين لشخص واحد طبعا. لكن محمود الخطيب وهو في الملعب كان نجوميه ساحقه، مش في مصر ولا في العالم كله. يعني انا مره كنت في امريكا، في لوس انجلوس، وواحد امريكي كان عاش فتره في مصر. فيعني واتكلمنا وعارف ان انا مصري، بقى مبسوط قوي، قعد يسالني وعمال مش عارف ايه، هاوز ايجيبت، ازاي مصر، هاوز بيراميدز، ازاي الاهرامات، هاوز سفنكس، ابو الهول، هاوز بيبو. قلت له هاوز بيبو؟ قال لي الكتيب. يا نهار ابيض، والله العظيم عارف بيبو، عارف والله الاهرامات العظيم وابو الهول وبيبو. يعني شوف، ربطوا بالخطيب بابو الهول والاهرامات وبمصر طبعا يعني ان بيبو. قلت له دو يو نو بيبو؟ قال لي يس، الكتيب، محمود الكتيب. فمحمود مشرف، واهم من كل اللي انت قلته ده اخلاقه. طبعا قسما بالله اخلاق. يعني يا رب يبارك له في صحته في اولاده. على فكره كنا 3 صحفيين فقط اللي حضروا فرح محمود الخطيب، كنت انا واحد منهم. حلو قوي. ونسيب وحماه هو اللي عزمني، ومحمود طبعا عزمني. يعني بسعد ان انا كنت احد القلائل المعزومين. طبعا مدير الاوتيل قال مش هجيب لعيبه كوره يتجوزوا عنده تاني ابدا. ليه بقى؟ ليه؟ الاوتيل، اقول اسم الاوتيل؟ لا طيب. يعني بلاش اسم اوتيل مشهور قوي في ميدان التحرير على النيل. كويس، كل الناس عرفته كده. تمام. يا دين النبي، بقول لك النزلاء كلهم اللي ماشيين في ميدان التحرير واللي ماشيين على كله جاي يتفرج على الخطيب. الله. يوم فرحه، يوم ما حصلش. فالراجل مدير الاوتيل، انا كنت ليا دور طبعا، يعني انا كنت حماه يعني، الله يرحم الجميع يعني، وكنت قريب، كنت طبعا محمود كان قريب جدا لقلبي. فقال لي قسما بالله لو اعرف انه هيبقى كده لو دفع لي $1,000,000. قلت له ده عمل لك دعايه؟ قال لي انا مش محتاج دعايه، ده الاوتيل كله الناس سابت الاوض، والشارع كله اللي في ميدان التحرير جم، ما عارف المطبخ مش عارفين ولا اي الاوض. يعني كان يعني ده حب رباني، دي بتاعت ربنا، ما لهاش، ما حدش ليه علاقه دور في هذا غير ربنا سبحانه وتعالى. طبعا، بس اكيد في سبب، اكيد في سبب المصريين يعشقوا محمود الخطيب كده. يعني الله يرحمها كانت تقول لي كده، من حب ربه حبب في خلقه. ففعلا محمود الخطيب ربنا حبه فحبب في خلقه بصوره يعني اهم من انه كان لعيب فلته. الفلاتات كانوا كتير على فكره، الفلاتات كانوا كتير، لكن خلق رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. طب شفت منه ايه يقول كده؟ يعني طبعا كابتن محمود الخطيب طول الوقت احنا عارفين انه راجل على خلق عظيم وراجل محترم جدا وكمان كاريزما كبيره قوي، بس انت ليك تعاملات معاه شخصيه، تقدر تقول لنا مواقف حصلت معاه؟ كتير يعني. محمود عشة عمري يعني. احكي لي، فاكر ايه؟ لا انا فاكر مره احنا كنا في امريكا، في لوس انجلوس، وكنت انا وهو نزلنا نتفرج كده في بين ماتشين يعني. كويس. و في 2 شباب سمر كده، واحد في الكتيب اوف ايجيبت، الكتيب. هو قال الكتيب، والتاني صاحبه ده راح اتصل بالتليفون، ما كانش فيه موبايلات، بالتليفون ارضي من عند كشك كده. في ربع ساعه لقيت حوالينا يجي 200 واحد. ده كان في اثيوبيا باين؟ نعم كان في اثيوبيا، ده كان وقت ماتش مصر واثيوبيا، كانت دوره كاس الافريقيه. تمام. يعني كانت حدث كبير يعني، كل اقوى منتخبات افريقيا كانت في البطوله دي طبعا. الكتيب لقيتني كنت هضيع يعني، وانا ماشي مع الكتيب. لا محمود حب رباني.
الموهبه دي موجوده عنده. مم. في كتير عندهم الموهبه، لكن الحب الرباني ده اللي ربنا بيحبب فيه الناس ده مم. شيء يعني، ومؤدب وخلوق. بقول لك يعني كان 3 صحفيين حضروا فرح، وكنت انا واحد منهم ليا الشرف، ولان طبعا كنت قريب قوي من الاسره يعني. ربنا يديله الصحة يا رب. ربنا يا رب. وكمان ماتش اعتزاله ووقت اعتزاله ده يوم 1 ديسمبر 1988 كان يوم حزن على فكره، كان يوم حزن. ها؟ والله العظيم ناس عيطت، رجاله مم. مش ستات. الستات طبيعي يعيط، رجاله تعيط. ايه ده؟ لا بس الستات برضو ما بيعيطوش غير على اللي بيحبوه قوي اي ما انا يعني. بقول لا، يعني انا اقصد الست دمعتها قريبه، مم. لكن الراجل صعب انه يعيط. يوم اعتزاله ده كان يوم بكائيه، كانت بكائيه في مصر. لا وفكرة انه يعني دايما الناس لما بتعيط على حد توفى، حد اه تعبان، لكن دي لكن يعني حد بيعتزل، يعني ما حصلوش حاجة وحشة لا بعد لا لا الشر يعني، ابدا. لا عايز وعيطوا عليه كمان. حزنا انه هيسيبهم ومش هيشوفوه يلعب تاني في الملاعب. مم. هم اتعودوا ان الخطيب ده يجي، والله حتى لو الفرقه مغلوبه مم. يطلع من الماتش، المباراه تخلص بيبو بيبو بيبو. لا لا، بقول لك اللي يحب ربنا بيحب فيه خلق، مش عايز كلام. محترم ولعيب حريف زي ما بيقولوا. وحريف جدا جدا جدا. علشان كده فضل يلعب لحد سن 34 سنة. والاخر يوم اعتزاله كان احد نجوم المباراه طبعا. بس فعلا الإصابات والله. كانت كتير. نعم. الإصابات اللي حصلت له كانت كتير، وأنا شفته كمان وهو بيحكي يعني وبيقول. انا لو اعرف ان جاي كنت جبت لك صور له معاه وهو عيان في البيت، وانا عنده في المستشفى وعنده في البيت. لا واحنا معانا ماتيريال كتير كمان هتتعرض دلوقتي، وانا ان شاء الله لو جيت مره تاني وربنا يجيب لك الصور دي تاني معايا. اهو الصور كمان احنا شايفينها كمان على الشاشة الكابتن محمود الخطيب. بس كمان بسألك على موضوع الإصابات بتاعته. يعني كان بيحكي وبيقول أنا لما كبرت بقت الإصابات بتاعتي تقعد وقت أطول علشان أتعافى. طبعا. مش زي وأنا صغير. طبعا أكيد. فاحكي لي عن كم الإصابات بتاعته، لأنه كمان يعني تقريبا كان بيتصاب كتير قوي. لا ما كانش بيفوت شهر إلا لما يصاب ويقعد له مثلا 5 أيام أسبوع ويرجع يلعب ويصاب. لا إصاباته كانت كتير قوي قوي، لأن كان دايما المدربين كانوا يحطوا خطتهم على امسكوا الخطيب، امسكوه بقى، امسكوه بالضرب، امسكوه باللعب، امسكوه بالفن يعني التركيز كله عليه. فدايما محاصر باثنين لعيبه على الاقل. فمهما كان اهو غصب هتلاقي اللعيب غصب عنه ممكن يدوس على رجله غصب عنه. فاصاباته كانت كتير فعلا. لا بس لعيبه كتير لموهبته طبعا مش لحاجه. بس في لعيبه كتير قوي يعني برضو المدربين بيقولوا امسكوا اللعيب الفلاني زي محمد صلاح مثلا. طبعا. بس اللعيبه بقى بتحافظ على نفسها من الاصابات. كابتن محمود الخطيب انت بتقول ما بيعديش شهر غير لما كان يتصاب. مره مرتين، ما في شهر واحد الا فيه محمود الخطيب ده والله العظيم ده بطل، ده بطل. اقسم بالله كان بيلعب ماتشات وهو مصاب، لان فتره اصاباته كانت بالطول والناس عايزاه وهو عاوز يرجع الملعب. صح. فكان بيتعجل في اتخاذ قرار العوده الملاعب، فكانوا يصاب تاني. لكن ليه وجوده في الملعب فكت الكوره البصريه يعني من القلائل. يعني الفكه كان بيقولوا على ابو جريشه، جاء الخطيب برضه زي حسن شحاته. مجموعه الى جانب الموهبه، الفن بتاعه في الاداء بتاعه والاخلاق. انا عندي الاخلاق رقم 1، ثم الفن طبعا والمهاره والحاجات دي كلها، والهارموني مع الفرقه والانسجام مع الفريق. دي مهمه قوي يعني محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طيب محدش يختلف على انه لعيب حريف جدا، ويمكن من احرف اللعيبه اللي جم في تاريخ الوطن العربي، مش كمان في مصر بس. دي حقيقه. ليه ما احترفش وشفناه محترف بره في اي نادي كبير من الانديه المهمه اللي في العالم؟ ومين اللي قال انه ما جالوش عروض احتراف؟ احكي لي. جاله من ويست هام يونايتد. لما ويست هام يونايتد جه هنا سنه 66 يلعب مع نادي الزمالك، وجاي فيه كان مين، بوبي مور ولا كان مين الكابتن بتاعهم؟ يعني ايا كان ايا كان. والسؤال بتاعه هاوز الخطيب، يعني ما احنا جايين يلعبوا مع الزمالك ولعبت الزمالك، وجاي يسأل على الخطيب انجلترا بيسأل هاوز الخطيب. ازاي الخطيب؟ ليه بقى ما احترفش؟ ليه فضل في النادي الاهلي؟ لان جمهور النادي الاهلي مش عايز يسيبه، ومجلس الاداره طبعا متمسك بيه، لان هو وجوده في الفرقه اولا بيكسب، بيدي روح للفرقه، بيحبط او بيقلل معنويات الفرقه المنافسه. يعني يقول لك يا نهار اسود الخطيب بيشيلوا هم المدرب.
مش بيحط خطته على ان هيلاعب النادي الاهلي، على ان خطته مين اللي هيمسك الخطيب.